فاطمة انت حامل في توأم؟ ايه ده؟ ازاي حامل في توأم وانا على ذمة جوزي؟ انا حامل من ابراهيم السباك. طب اعمل ايه؟ انا لسه ما اتطلقتش. طب هنعمل ايه يا امي؟ مش عارفة. هتعمل ايه يا ابراهيم؟ ما تقلقوش، الموضوع سهل. طيب خلاص نكتب العيال باسم جوزها. لا 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 لا، دول ولادي، دول توأم، هكتبهم باسمي. ولما يبقى يحصل ايه اللي هيحصل؟ ايه الموضوع وايه القصة الجامدة دي؟ ايه القضية الخطيرة دي اللي دخلت في قلب بعضها سمك لبن تمر هندي؟ طب ما تيجوا بينا نسمع القصة كاملة، بس قبل ما نقول اي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. في 2016 شهدت محافظة أسيوط بالظبط في منطقة اسمها الأربعين حالة من حالات جواز الصالونات. أيوة، معانا أحمد اتجوز فاطمة جواز صالونات سنة 2016، اتقدم خطبها، و2019 كانوا اتجوزوا وربنا رزقهم بإياد. كان احمد ما بيخليش مراته عايزة حاجة خالص اللي هي فاطمة، لكن فاطمة كأي ست متمردة على الحياة كل التاني تجري على امها غضبانة. لا، انا مش قادرة استحمل، على امها، ويصالحها احمد وتروح على امها. يا فاطمة انا ما اقدرش استغنى عن اياد ابني، وانتي حبيبتي وشريكة عمري. يعني احنا فين؟ اتخطبنا 2016 يا بنتي، وفي 19 جبنا ابننا، ودلوقتي ما احنا يا بنتي مش هينفع. لكن فاطمة كانت سريعة الغضوبة، بتشجيع من امها اللي ما كانتش بتقول لها عيب ولا حافظي على بيتك ولا اي حاجة من الحاجات دي. تعالي غضبانة يا اختي، تعالي اقعدي في بيت امك وبيت ابوك تاكلي لقمة ترمي 10. لحد ما في مرة فاطمة قالت فاض بيا، انا هخلع الراجل ده ومش عايزاه. تخلعيه؟ اخلعه، ما اخلعوش ليه؟ راحت فاطمة للمحامي وقالت له ارفع لي قضية خلع على أحمد أبو ابني، خلاص ما بقاش جوزها بقى، شالته من قلبها. قال لها خلع ليه؟ ما احنا نرفع طلاق للضرر وانتي تاخدي كل حقوقك، نفقتك ومؤخرك وحالك، لكن الخلع ده هتخسري حاجات كتير، فنرفع ايه؟ طلاق ضرر. الخلع بسرعة بينجز، الطلاق بيبقى بسرعة، لكن طلاق الضرر بياخد وقت شوية. المهم قالت له ماشي. فضلت قاعدة فاطمة عند أمها بابنها إياد، وأحمد جوزها ها اللي رفعت عليه قضية طلاق كان بيبعت لها إيه فلوس، 500 جنيه ليها و500 جنيه لابنها مصاريف، وكان روحه في ابنه إياد. فاطمة بقى كانت بتتفتل في الشارع كده وبتتظبط لحد ما اتعرفت على إبراهيم السباك. ايه حكايتك يا عم إبراهيم؟ شاب شايف نفسه كده وسباك، ده الباشا سباك. ايه دلوقتي الفلوس في ايديهم كده، اي صنايعي الفلوس في ايديه كده. المهم راح لامها وطلب ايدها. الام قالت له يا ابني ازاي دي على ذمة جوزها، دي لسه ما اتطلقتش. قال مش قدمت دعوة طلاق. قالت له الله خلاص هي كده تعتبر اتطلقت، نقرا فاتحة ونلبس دبلتين على بال ما القاضي يقول طالق ويطلقها رسمي، لكن هي كده تعتبر متطلقة، ما هي قدمت الورق. الام اقتنعت، وخد الام والبنت وراح جاب لها دهب، وعملوا دي جي في الشارع كده، يعني حبة تفاريح كده قدام الناس، ولبسها الشبكة، وخلاص بقت ايه؟ بقت فاطمة خطيبة ابراهيم، طليقة احمد اللي لسه ما اتطلقتش. لكن هي طلعت اشاعة ان هي اتطلقت. ابراهيم قعد شوية كده، واللي يعني حرقته الدنيا كده، لا مش هينفع كده، البت حلوة وجميلة وانا رايح جاي عليهم وعايزة ادخل. راح لامها وقال لها ايه، بقول لك ايه يا حماتي؟ قالت له ايه يا ابراهيم؟ قال لها انا عايزة ادخل. قالت له يا لهوي تدخل ايه يا ابراهيم؟ ده البت لسه على ذمة جوزها، ازاي الكلام ده؟ قال لها وإيه يعني، ما هي رافعة قضية طلاق وخلاص هتتعمل للحكم هي، وهتبقى تتطلق نكون احنا دخلنا تطلع. طب ازاي يا ابني ما ينفعش جوازها رسمي؟ قال لها طب انت عايزة ايه؟ قالت له خلاص، طفي نارك وتطفي نارها واكتبوا ورقة عرفي. شهدت عليها الأم بس،
ودخل إبراهيم على فاطمة، داخل إبراهيم عشان فاطمة واتجوزها بقى والدنيا تمام. كل ده وأحمد جوزها القضية بتاعته لسه شغالة، وفي نفس الوقت بيبعت النفقة 1000 جنيه 500 لفاطمة المفروض إنها مراته ولإياد ابنه. وفاطمة بتاخد، ما بتقولش لأ حتى بعد ما بقت على ذمة إبراهيم، او اتجوزت ابراهيم بالباطل، يعني فاهمين. المهم عقد الجواز العرفي ماضية عليه واحدة ست اللي هي امها، واول ما تتطلق يما رسمي هكتب عليها برضو رسمي. قالت له ماشي. وعاش فاطمة وابراهيم زوجين بيعملوا كل حاجة بيعملها زوج وزوجة في حلال ربنا. حلال ربنا اللي هو مع احمد جوزها، لكن حرام ربنا اللي بتعمله مع ابراهيم. المهم راحت حصلت الكارثة الكبرى، ان هي حملت. ولما راحت للدكتورة بعد كام شهر من الحمل اكتشفت انها حامل في توأم. ايه ده يا خرابي يا عربي، توأم؟ اه توأم. البت قالت نعمل ايه ياما وانا لسه اصلا ما اتطلقتش. الام قالت نعمل ايه يا ابراهيم، ده البت لسه ما اتطلقتش. خلاص يا بنتي اكتبيهم باسم مين؟ جوزك اللي هو احمد. رد ابراهيم بقى النار خدته، قال ابدا دول ولادي، دول توأم، ده ممكن يكونوا ولدين، ده ممكن، لا ما اقدرش استغنى عن ولاد. هنعمل ايه، هنسوي ايه؟ قال لها ايه، انا هتصرف. زور قسيم الجواز عليها صورته وصورتها، وراح بعد ما ولدت طبعا لسه برضو الطلاق للضرر شغال، ما اتطلقتش رسمي. راح كتب العيال باسمه هو. لحد ما في يوم من الايام الزوج في واحد في الشارع بتاع ام فاطمه يعرفه، ايه يا ابني عامل ايه، اخبارك ايه، ابنك عامل ايه؟ قال والله ابني اياد الحمد لله، بس هي معصلجه مش عايزه ترجع، ولسه برضه رافعه القضيه، بس انا ببعت لها مصاريفها هي واياد، 500 ليها و500 لاياد. قال له بتدفع ايه؟ قال له نفقه ليها بديها فلوس، والقضيه لسه شغاله. قال له اه القضيه لسه شغاله. قال له شغاله مين؟ دي فاطمة ولدت واتجوزت اسمه ايه السباك، ابراهيم السباك، وولدت توأم. قال له ايه، ولدت توأم واتجوزت ابراهيم؟ دي على ذمتي. جري احمد خد الكلمتين دول وخد صاحبه ده وجريوا على الاسم، عمل ليها محضر تعدد ازواج وكمان خلفت، يعني يعتبر محضر زنا. وثبتت الواقعة بالخلفة اللي هي خلفتها. تم القبض على الاتنين، لا التلاتة كمان، لأن الأم دخلت، ما هي كانت شاهدة زور بقى وعاشت الدور مع بنتها ومع إبراهيم السباك، الباشا سباك. وتم القبض عليهم وهو أخد ابنه إياد، ولم يتم الحكم حتى الآن. هنفيدكوا بقى إيه اللي حصل في القضية دي. وآدي قضية من القضايا اللي ماشية، اللي الناس بتقول معقولة في كده في الدنيا؟ في كده وكده وكده، وفي كل حاجة، وفي كل البلاوي. ربنا يستر علينا وعلى ولايانا وعلينا ان شاء الله كلنا. وشكرا لكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظرونا تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.